كاد أن يسجل في اللعبة الماضية عندما ضرب دفاعات الشباب وواجه حارس المرمى وليد عبد الله ووضع الكرة إلى خارج أرضية الملعب. والآن ياسر القحطاني يندم على ضياع فرصة كانت قريبة جدا لأن يكون العيناوي صاحب هدف المباراة الأول، لكن فرصة ومرت، والعين يبدو الطرف الأفضل والطرف تقدم المهاجمين، ما كان أبدا أي لاعب شبابي موجود. الكرة إلى خارج الملعب. هذا هو تافاريز المولود الجديد يوم أمس، استقبل تافاريز، ونادي العين اليوم يقدم الحقيقة الورود لتافاريز. وهنا جاء تحليل والبعض الآخر الحقيقة يعني توجه إلى التدريب، وعلى ذلك مرت تلك الأيام 7 سنوات كاملة. البعض لا زال موجودا في أرضية الملعب كما هو الحال مع هلال سعيد، لكن البعض الآخر رحل فهد علي، محمد عبيد حمدون، ماجد العويس، سلطان راشد، سالم جوهر، كلهم الحقيقة ودعوا الملاعب واعتزلوا كرة القدم وعناصر حيوية الشباب، وعلى ذلك تكون الصورة في النهاية جميلة. يعني حتى لو كان فريق شاب مثلا يتمتع بسرعة ولياقة لكن تفقد الخبرة، ولو كان فريق خبرة ممكن أيضا تنقص عامل اللياقة وعامل حيوية الشباب، لكن لما تعمل مزيج ممتاز جدا ما بين الشباب وما بين الخبرة يطلع لك الناتج حلو كما هو الآن. وبحاجة إلى زيادة عددية، ورامي يسلم بالقدم اليسرى، الراية موجودة على أن هنالك خطأ من جانب ياسر القحطاني، والشد أعتقد اللي كان حاضر من جانب ياسر القحطاني. وهنا المساعد الثاني إبراهيم حسن يشير أو راية وتسلل على ياسر القحطاني، كان راجع من التسلل. داود سليمان غير الهدف ممكن الشباب السعودي كانت له بعض الفرص النادرة في شوط المباراة الأول. محاولة الآن عيناوية، يبحث العين عن التعديل، فيش يقدم العيدية للفرق المشاركة في هذه البطولة قبل العيد ب10 أيام كاملة. ولدينا فرصة الآن عيناوية في الجهة اليسرى، أرسلت مرة أخرى الوهيبي للأمام، وياسر القحطاني يرتقي لكن الكرة من أمامه مرت. حالة اشتراك والفرصة يسلم، رامي يسلم أرسلها إلى الأمام، رادوي تمريرة، القحطاني ينتظر وفرصة عيناوية موجودة. الله، الوهيبي يضيع كرة هدف محقق في اللعبة الماضية. شوف سرعته، ولاحظ الكرة قد وضعها في الشكل السليم وإلى المكان السليم، لكن الكرة انحرفت بركبة. وضع الكرة الماضية وضعها وخاد حارس المرمى، وياسر القحطاني والله مررها بطريقة حلوة. حلو يا ياسر وحلو يا الوهيبي بتعديل النتيجة أولا، ثم البحث عن هدف ثاني إن أراد صدارة هذه البطولة وصدارة هذه الحقيقة المسابقة المنظمة هنا في مدينة نادي العين في النسخة الثالثة لنادي العين. الشباب السعودي الفوز نعم يعطيه البطولة، لكن حتى في حالة التعادل فإنه سيرحل إلى 7 نقاط، وبالتالي سيضمن لقب البطولة، أي أنه يلعب بفرصتين. رغم ذلك كما تحدى والمحاولة لا زالت قائمة، والفرصة للأمام ملعوبة، والكرة الخطيرة العيناوية، لكن حكم المباراة يشير إلى وجود راية في الكرة الماضية، وخطأ ضد اللاعب ياسر القحطاني. لاحظ الوهيبي الذي أرسل الكرة إلى الأمام، وبعد ذلك الدفعة اللي كانت الحقيقة على ياسر القحطاني، لكن أعتقد بأن ياسر كان في وضعية اللاعب المتسلل، لأن الراية كانت على ذلك تشير من جانب محمد الجلاف. وهدف عيناوي يلغى براية المساعد، حقيقة ما كان مقصود من جانب حسن معاذ. وهنا الاشتراك في أرضية الملعب، ومطلوب الهدوء يا رادوي. لعيبة العين مع لعيبة الشباب السعودي، ودنا الحقيقة الهدوء، ودنا عودة المباراة إلى ما كانت عليه. وهنا رادوي بدأ الحقيقة يفقد أعصابه بصورة كبيرة جدا، وقد تدخل الآن العقلاء من جانب الفريقين من أجل تهدئة الوضع. شوف، نعم الكرة الماضية كان فيها اشتراك، ولاحظ هنا ياسر القحطاني يطلب من الصديق ومن الزميل ومن لاعب فريق نادي العين الهدوء، ومحمد عبد الكريم في الطريق لاتخاذ قرارات الآن.
من الممكن أن نشاهد البطاقات الحمراء، من الممكن أن نشاهد البطاقات الحمراء. رادوي لا زال الحقيقة في وضعية العصبية الكبيرة جدا. هدي يا رادوي، هدي يا رادوي. وياسر القحطاني هو الآخر يمسك بزميله رادوي ويطالب بالهدوء التام جدا لكي لا يطرد في مباراة اليوم، لأنها مباراة حبية، بطولة بدأت حلوة ونتمنى أن تنتهي حلوة. سالم عبد الله الآن في الطريق للنزول إلى أرضية الملعب، لكن حكم المباراة في الطريق الآن لكي يتخذ بعض القرارات في أرضية الملعب. الدولي محمد عبد الكريم، الدولي محمد عبد الكريم الآن يستدعي الأطراف التي أحدثت المشكلة، يستدعي الأطراف التي أحدثت المشكلة. شايف كل شيء ومدون كل شيء، وقاعد الآن يطلب من لاعبي الفريقين الابتعاد، ويقولهم بس راح استدعي الأسماء التي تسببت الحقيقة في الشجار من جانب لاعبي الفريقين. وهنا الآن البطاقة الصفراء والبطاقة رادوي يطرد. ولدينا من جانب الشباب السعودي عبد الملك هم القضاة في أرضية الملعب، وبالتالي يصدر الآن حكما بضربة جزاء للعين، وياسر القحطاني في الطريق لهز شباك الشباب. هذا هو ياسر القحطاني. كنت أتابع ياسر القحطاني في آخر 5 سنوات، ما سجل في مرمى الشباب في الدوري السعودي، لكنه اليوم بزعيم الأندية الإماراتية يحاول ويسجل ويصل إلى التعديل. القحطاني لا يلعب إلا لأندية الزعامة، في المملكة يلعب للزعيم، وفي الإمارات يلعب للزعيم، وهو الآن يعادل للعين 1-1. ضربة جزاء استثمرت بطريقة صحيحة وسجلت بطريقة سليمة، وقد أعطى القحطاني التعادل للعين. هو من سجل ضربة جزاء ناجحة في مرمى الرفاع في المباراة الأولى، يعود ويسجل ضربة جزاء ناجحة للعين في المدرب بهذه المباراة. والاهتمام الكبير جدا من جانب الفريقين في المباراة الختامية والمباراة الأخيرة من أجل إظهار الصورة المطلوبة للعين الإماراتي ولتعتبر آخر محطات هذا المدرب الرياضية. ولدينا فرصة تسلل في الكرة الماضية، القحطاني كان متسلل والجلاف رايته كانت موجودة، وعلى ذلك القحطاني مرة أخرى في وضعية التسلل. كان يتحدث أيضا القحطاني مع المساعد الثاني يقول له ما كنت، أو مع المساعد الأول يقول له ما كنت متسلل. شوف ياسر، شوف ياسر، الجلاف كان قريب، ولعبة الحقيقة من اللعبات الصعبة جدا. هذا هو ياسر القحطاني. عبد الله الشيل في الشوط الثاني بنفس السيناريو أرسل الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وهنا حكم المباراة يعطي خطأ لمصلحة اللاعب تافاريز. وعد زملاء تافاريز يسوي لهم عزيمة المولود بعد العودة إلى المملكة العربية السعودية، عزيمة المولود الجديد. مدافع الشبابي إلى ضربة ركنية، هرب عبد العزيز فايز من دفاعات الشباب، لكن عاد تافاريز لاصطياد الكرة وإبعادها إلى ضربة ركنية. هذا هو الوهيبي، هذا هو الوهيبي. لدينا أيضا مختار فلاتة لاعب الوحدة السعودي، كما سمعنا بأنه انضم للشباب وهو هداف كأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة الماضية. إذا تدعيم الصفوف من جانب الشباب السعودي بلاعبين محليين وبلاعبين أيضا أجانب. ولدينا الوهيبي يرسل الكرة إلى أمام رشيد، جول جول. الله الله، ياسر كاد أن يكون هدافا للبطولة لو سجل الكرة الماضية، لأنه سيرفع رصيده إلى 3 أهداف إن سجل الكرة الماضية. لكن شويت من هذا المكان، سكوكو شويت، لكن الاثنين مش موجودين من هذا المكان. ياسر القحطاني شويت، ياسر ياسر ياسر، العيناوية بياسر، والقحطاني في الطريق لتهديد مرمى الشباب السعودي.
5 دقائق الوقت المحتسب بدل الضايع المشار إليه من جانب حكم المباراة. ولدينا فرصة الآن عيناوية موجودة، فرصة عيناوية موجودة، وكرة بإذن الله تكون من الكرات المؤثرة في المباراة، لأن ياسر القحطاني خلف الكرة القادمة، ويبدو بأن وليد عبد الله يعني يعرف ياسر القحطاني تماما، ويعرف مكانة ياسر القحطاني في الكرات الثابتة، وحاط الصد الشبابي ومن المكان الخطير، والفرصة موجودة والفرصة خطيرة، والعيناوي على موعد مع هدف ثاني في وقت قاتل، في وقت صعب، في وقت إن سجل فيه العيناوي هدف ثاني فإنه سيضع يدا على البطولة، يدا على البطولة. ياسر هذا هو ياسر يرسل الكرة، لكنها اصطدمت بدفاعات فريق نادي الشباب، وتحولت بعد ذلك إلى حارس المرمى، تحولت إلى حارس المرمى. أصبحت الآن بيد حارس المرمى، وهو الحارس وليد عبد الله الذي التقط الكرة الماضية دون وجود اشتراك من أي لاعب عيناوي. الكل يلتم حول العين، وأتذكر الموسم الماضي حتى اللعيبة القدامى اللي رحلوا من نادي العين كانوا موجودين في تدريبات الفريق العيناوي. هذا إن دل فإنما يدل على أن العيناوية بالفعل أسرة واحدة ملتمة. متى ما كانت أيام الصعوبات الكل يجتمع، جماهيرا، لاعبين، مسؤولين، وهذا الأمر يعني معروف لنادي العين. وهنا ياسر القحطاني تبادل الفانيلات مع اللعيبة، أحاديث، وننتظر كأس البطولة. وياسر القحطاني مكسب لفريق نادي العين. ياسر القحطاني استطاعت إدارة نادي العين أن تكسب هذا اللاعب وأن تحضره رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت المفاوضات. ما هو من السهل إطلاقا أنك تتخلى عن لاعب بحجر ياسر القحطاني. وهنا أيضا